صباح الفل. النهارده اول ايام عيد الفطر، كل سنه وانتم طيبين. طبعا اكيد اول حاجه عملناها كلنا فنجان القهوه المتين. المره دي فيديو مختلف شويه، هنقل لكم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في امريكا في ماساتشوستس. لازم تعدي، بس تعالوا نشوف بيحتفلوا بالعيد ازاي. اكتر حاجه بتميز العيد هي الجودي باجز، وان انت بتعمل شنط فيها لعب وحلويات للاطفال. والحقيقه دي برضو عندنا في مصر دايما بنعملها. في سنه من السنين جالي كيس فيه قهوه وكوبايه، فقلت انا كمان هعمل نفس الفكره دي. بتحط بقى فيه شوكليت وكاندي وبتقفله وبتوزعه للاطفال علشان يحسوا بفرحه العيد. بره الجامع في ساحة كبيرة قوي، بتلاقي كل الناس من كل الجنسيات المسلمين بيسلموا على بعض ومبسوطين حتى اللي ما يعرفوش بعض. وتلاقي حاجات كتيرة قوي بتتوزع هناك فري، زي البوب كورن وغزل البنات. ده غير كمان الدونتس اللي من دانكن دونتس بتبقى فري، في طبعا كذا فليفر، وبيوزعوا عصير وبيوزعوا قهوة. الميزة المهمة في الجامع ده ان هو بيعمل الصلاة بتاعة العيد والخطبة 3 مرات، مرة الساعة 7 ومرة الساعة 8 ومرة الساعة 10. فكده بيضمن ان كل الناس بتقدر تيجي في كل الاوقات. طبعا القهوة شيء اساسي جدا، سواء كان قبل الصلاة او حتى بعد الصلاة، طعمها جميل. اللي كان جديد بقى السنة دي ان هما جايبين حيوانات كده لطيفة، ارانب وبط ومعزة وخرفان، علشان الاطفال تلعب وتتسلى. اهم عادة بعد الصلاة وهي الفطار. ده محل عربي وبيقدم فول وفلافل، فكان الممتع ان انت تخلص صلاة وتروح تاكل فول وفلافل كأنك في مصر بالظبط. زيت الزيتون على الفول طبعا. صحيح الفلافل طبعا مش نفس جودة الفلافل بتاعت مصر، بس ادت إيحاء بنفس الأجواء بالظبط. المخلل ما ينفعش اليوم ده كله ما نختمهوش بكوباية قهوة مظبوطة تمام، ودي كانت أحلى حاجة في اليوم كله. طعمها جميل جدا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم. أشوفكم في فيديو تاني.